السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة هانم. سلسلة كتاب نظرية الفستق لفهد عامر الأحمدي. سلسلة نظرية الفستق، البقعة العمياء في دماغك. استنادا إلى كتاب نظرية الفستق، يشبه الكاتب في ملخص كتاب نظرية الفستق البقعة العمياء في العين بالبقعة العمياء في الدماغ، والتي تمثل حسب اعتقاد الكاتب عدة بقع تمنع الإنسان من التفكير الصحيح. فتتمثل البقعة الأولى مثلا في العادات الشائعة، فهي تمنع الإنسان من التفكير وتجعله يقوم باتخاذ ردود فورية ودون تفكير. البقعة الثانية هي القرارات الصادرة من دون تمعن وتفكر. طبعا هذا بسبب انفعالات زائدة كالخوف أو الغضب أو الجشع. إذا لم يستطع الإنسان السيطرة على هذه الأحاسيس في وقت ما، سيضطر رغم أنفه إلى اتخاذ قرارات عفوية دون تمعن وتفكر. البقعة الثالثة هي عدم ملاحظة الأشياء الواضحة، وسبب في ذلك هو عدم قدرة الإنسان على ملاحظة كل الأشياء في آن واحد. أما البقعة الرابعة فهي عدم قدرة المرء على الحكم على نفسه بحيادية، أي أنه عاجز عن مواجهة نفسه بنقاطه السلبية التي عليه التخلص منها بطريقة أو بأخرى، أو أن يحاول على الأقل أن يخفف من حدتها. كما نجد في هذا الكتاب أيضا عديد من البقع الأخرى التي على الإنسان التخلص منها. ذكرنا لكم بعض هذه النقاط، نرجو منكم قراءة هذا الكتاب ومدنا بالتفاصيل في التعليقات أو إعطاء آرائكم بكل حيادية في التعليقات. على كل حال، الفكرة الأساسية من هذا الجزء وهو البقعة العمياء في دماغك حسب رواية سلسلة نظرية الفستق هي أنه على الإنسان أن يتخلص من كل هذه البقع التي تمنعه من التفكير، ويجب أن يقوم الإنسان بالنظر إلى الأمور بحيادية وبنظرة حادة وواسعة دون وجود هذه البقع التي تمنعه من اتخاذ القرار الصائب 100%. حسب رأيكم أصدقائي، هل توجد بقع أخرى أو أمور أخرى على الإنسان أن يتخلص منها حتى يستطيع النظر بطريقة أوضح؟ هل تعتقدون أن النظر للأمور بطريقة واضحة قد يساعد الإنسان في اتخاذ القرار الصحيح؟ شخصيا يذكرني هذا الجزء من نظرية الفستق بالفيلم المصري فتح عينيك. أنصحكم شخصيا بمتابعة هذا الفيلم. في الأخير إخوتي، أشكركم مرة أخرى على متابعة الفيديو. نلتقي في الجزء القادم من نظرية الفستق، الجزء القادم تحت عنوان تقنيات الحظ السعيد، يتبع إن شاء الله. السلام عليكم.